كونداليني سيندروم. يعني ايه الكونداليني سيندروم؟ يعني الاعراض اللي بيسببها تحرك الكونداليني ممكن تكون ايه، وده اللي بيخوف الناس من الكونداليني او من تأملات الكونداليني. علشان كده التأمل لازم يكون جدا آمن وجدا ببطء وجدا المدرسة موثوق فيها. في بعض الاعراض الجسدية انا كاتباهم كلهم عندي في ورقة هنا عشان ما انساش حاجة، عشان هما شوية كتير. احنا هنقسمهم. الاعراض الجسديه اللي ممكن تحصل من الكونداليني سندروم، اول حاجه انه ممكن يسبب ضغط دم يرتفع جدا، او طفح جلدي او راش او احمرار كبير جدا في الجلد. بيحصل احتقان طاقي لدرجه الم شديد وضعف شديد في الجسم لدرجه انك حتى ما تقدرش تقوم من سريرك، او بيحصل ارق بالليل فما بتعرفش تنام خالص، وبيحصل ساعات ارتفاع في درجات الحراره. ده نتيجة لإيه؟ نتيجة إن الشكرات السفلية أكبر بكتير جدا من العلوية، وإن طاقة الكونداليني أعلى وأكتر من الطاقة الإلهية، فحصل احتقان طاقي وبراني شديد جدا. طيب ده لما يحصل حاجة زي كده وتبقى جسدية بس، الحل بتاعها إيه؟ إحنا هناخد كل واحدة وبالحل بتاعها معاها. أول حاجة إن إحنا نعمل شاور مية بملح، نحط 2 كيلو ملح في البانيو، ونحط معاهم زيت لافندر. على فكرة زيت اللافندر بيسموه انتي كونداليني سيندروم من كتر ما هو مفيد في حالات الكونداليني سيندروم. نحط لافندر، ممكن نعمل مساج بزيت اللافندر كمان، وبنعمل تنظيف بالبرانيك هيلينج. لو حد تعرفه معالج برانيك هيلينج بينظف لك تنظيف للهالة وتنظيف موضعي. وان احنا نعمل تمارين رياضية، بنحاول نعمل اكسرسايز بحيث ان انا افرغ الطاقة دي على قد ما اقدر. حمام المية بملح والمساج اللي باللافندر، وكمان ممكن اصوم او اقلل جدا من اكلي، ده كمان بيبقى مفيد بالنسبة لي.